النهارده هنعمل بيكاتا لحمه بصوص المشروم بطريقه حلوه قوي وسهله ومش هتاخد منكم اي وقت خالص وبجد بتطلع خطيره. يلا نبدا. اول حاجه معايا مشروم نضفته كويس وبعدين قطعته بالشكل ده، وعندي توم فرمت فرم ناعم والاتنين هشيلهم على جنب. نيجي بقى للحمه، عندي عرق فليتو لان بجد احلى بيكاتا تاكلوها هي بتبقى باللحمه الفيليه. قطعتها بالشكل ده وهرش عليها ملح وفلفل اسود من الناحيتين. بس كده خلصنا. هجيب طاسه احط فيها قطعه زبده كبيره مع شويه زيت، وبعدين هنزل اللحمه وما تنسوش ان الطاسه تكون سخنه، وهسويها على كل ناحيه من 3 ل5 دقايق، وبعدين هنزل عليها بالثوم اللي انا فرمته وروزماري فريش، وبعدين هشيل اللحمه عشان ترتاح وهنزل مكانها المشروم وهرش عليه فلفل اسود وهنزل عليها بكوبايه ميه، وبعدين هحط البهارات. ونيجي بقى للصوص الديمي جلاس، انا بجيبه جاهز، حطيت معلقتين ودوبتهم في كوبايه ميه وهنزل عليهم على الطاسه، وبعدين هنزل بكوبايه لبن وهرجع اللحمه عشان تشرب الصوص كله، وهغطيها، واخر خطوه كوبايه كريمه الطهي بالهنا والشفا.